يا أخ أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك سؤال بس حضرتك، وبرضه يعني ايه الإجابة بدون حرج. نعم. دلوقتي في موضوع الانتخابات ما بين التيارات الإسلامية الموجودة والانفصال اللي حصل ما بين الأحزاب السلفية مثل حزب النور وحزب الأصالة وحزب البشر والتنمية وحزب الحرية والعدالة، واللي ظن من بعض التيارات أن التيار الآخر لن يكون شرع الله إذا تمكن فلذلك ندخل. فلذلك ايه؟ علي صوتك بس. فلذلك ايه؟ يعني أن يتصور بعض التيارات أن التيار الآخر لن يقيم شرع الله إذا دخل الانتخابات، الحرية والعدالة لو دخلوا وكسبوا لن يقيموا شرع الله، فلذلك نحن ندخل. التصور ده صحيح ولا لا، هذا التصور من أبطل ما يمكن أن يظن بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أنه إن دخل إلى مجلس الشعب فلن يطبق شريعة الله عز وجل. هذا التصور، هذا ظن من أفسد ما يمكن، لأن الإخوان المسلمين هم الذين يطالبون بتطبيق الشريعة عبر العصور المتتالية، وقد تحملوا في سبيل ذلك ما تحملوا، وأهل السنة أهل العدل والإنصاف. إن هؤلاء كانوا يتناوبون في الدخول والخروج من السجون، فريق داخل وفريق خارج، ثم يدخل الذي خرج ويخرج الذي دخل، وهكذا، ولم يبيعوا ولم يكونوا عملاء لأمن الدولة. ثم لما قامت الثورة وكانت مظاهرة استنكار في الأول، فإن الإخوان شاركوا وتحولت بفضل الله عز وجل إلى ثورة، واعترفت جميع التيارات الليبرالية التي كانت مشاركة في الثورة أن الإخوان تولوا حماية مداخل ومخارج ميدان التحرير، لا سيما في 28 من يناير معركة الجمل، في حين أن كثيرا من إخواننا السلفيين كانوا يصدرون الفتاوى وينظرون ويطالبون الناس بعدم الخروج إلى الثورة. فيعني أن يقال بعد ذلك عن الإخوان أنهم إذا دخلوا مجلس الشعب فلن يطبقوا شريعة الله، هذه مقالة أنا أبرأ إلى الله عز وجل منها، وظن فاسد لا أستطيع أن أتحمل عن نفسي تبعته أمام الله عز وجل يوم القيامة. ثم إن كنت تتكلم عن الانتخابات فأنا أقول لك دعنا من الشعارات، ودعنا من التسميات سلفية وإخوان ومش عارف إيه، دعنا من كل هذه الأمور. الانتخاب وصوتك هذا عبارة عن شهادة، إما أن تكون شهادة زور، وشهادة الزور معروفة عواقبها. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الحديث في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه، قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما يزال يكررها حتى قلنا لا يسكت، وفي رواية حتى قلنا ليته سكت. والله عز وجل يقول وأقيموا الشهادة لله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. شوف بقى عز، في حاجة عز من كده، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به. يبقى لا أحابي واحدا، لا أنحاز لواحد لغناه ولا لفقره ولا لضعفه ولا لقوته ولا لقرابته ولا لأنه أحد والديه ولا لنفسي حتى، ينبغي أن أكون منحازا لله عز وجل. فأنا أقول لك إن وجدت أمامك اثنين أحدهما إيمانه 100% أو 90%، مع أن هذا صعب أن تحكم على ما في القلوب، والآخر إيمانه 50، والأول الذي إيمانه 90% لا خبرة له، والثاني الذي إيمانه 50% له خبرات واسعة وأنت تعرف كفاءته. من تختار لقيادة البلد؟ من تختار؟ والله نشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم أهل الخبرات في مثل، يعني شوف مثلا في غزوة ذات السلاسل النبي صلى الله عليه وسلم أمر على الجيش عمرو بن العاص وفيهم عمر بن الخطاب. ليه؟ لأن عمرو بن العاص كان داهية رضي الله تعالى عنه، مش داهية بالمعنى القميء بتاعنا، لا، فقدم عمرو بن العاص. فاحنا نقدم من قدم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان الصحابة. شوف بعث أسامة رضي الله تعالى عنه، أسامة بن زيد، من كان تحت أسامة؟ أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة وأحد العشر المبشرين بالجنة، يعزل من قيادة الجيش ويولى على الجيش خالد بن الوليد، وأبو بكر يوضح لأبي عبيدة
أنه أفضل عنده من خالد، لكن خالد خبرته واسعة بالحرب، فجعل أبو عبيدة ابن الجراح تحت إمرة خالد بن الوليد. لما نيجي في الصلاة الشرع قدم الأكثر قرآنا، شوف التطبيق العجيب. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزل المهاجرون الأولون بالعصبة من قباء، العصبة موضع في قباء، وذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أمهم في الصلاة سالم مولى أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة، سالم شاب صغير ومولى. من بقى المأمومون؟ قال: وفي القوم وكان أكثرهم قرآنا. كان أمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. وفي القوم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد، من أول بيت هاجر إلى المدينة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعامر بن ربيعة. فدي أمانة، وانت المفروض أن تقيم الشهادة لله عز وجل. فانت تختار الايه؟ ان خير من استأجرت القوي الأمين. لكن لمجرد ان واحد مثلا مؤمن، يعني واحد مثلا شيخ، افرض ان انا دلوقتي مثلا انا رشحت نفسي، وانا بسأل الناس دائما هذا السؤال لأختبر ما عندهم ولأرشدهم إلى الصواب. افترضوا أنني رشحت نفسي لرئاسة الجمهورية، هل تنتخبونني؟ طبعا لا، ما ينفعش. الشيخ لمجرد ان هو بيدرس لك فقه في المسجد ومش عارف ايه وكلام من هذا القبيل يبقى الراجل ده خبير في السياسة والاقتصاد والاجتماع لا، احنا نريد اهل الخبرات، لكن بشرط ان يكون منحازا لتطبيق شريعة ربنا عز وجل. هذا هو الشرط. الحمد لله احنا شايفين في ليبيا الرئيس المجلس الوطني مصطفى عبد الجليل حفظه الله، وهو يصرح بأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن كل القوانين التي تخالف الشريعة ستلغى، وأسأل الله عز وجل أن يمكن لهم وأن يعينهم على هذا، أن يقيهم مكر الماكرين. في تونس بفضل الله عز وجل الأحزاب الإسلامية حصلت الأغلبية المطلقة في الانتخابات. الشعوب عايزة الإسلام، لكن احنا المهم ان احنا نطبق القواعد بصرامة. ما تقولش بقى ده إخواني وده سلفي، ده لحيته لحد ركبته والتاني لحيته لحد سرته والتالت من غير لحية اصلا. بكل الكلام ده ما ينفعش. احنا بنعتبر طول اللحية او اللحية نفسها مقياسا؟ لا ابدا، ده جزئية من جزئيات الدين الكثيرة، وممكن ان تجد غير الملتحي، ده كلام احنا الناس في حاجة الى ان نقوله، ممكن ان تجد غير الملتحي اورع 1000 مرة من الملتحي. دي عد جزئيات كثيرة لا ينبغي ان نصطاد جزئية منها ونجعلها معيارا لمدى التدين وما الى ذلك. فالمفروض انك انت تختار الانسان الدين اللي عنده قدر معقول من الدين، لا سيما مسألة تطبيق الشريعة، وعنده خبرات، متمرس في السياسة والاقتصاد وما الى ذلك، كوادر. نعم. اتفضلي يا اخت نهلة.